كما كنت نقول القفطان ولا كان مغربي لسبب تاريخي واضح جدا انه العثمانيين ما دخلوش لعندكم ولكن دخلوا عندنا وشفنا منهم هذه الثقافه وشهرناها. انتم صح تصنعوا ما اختلفناش، لكن هذه حقيقه تاريخيه. يعني اقسم بالله ما تزعفوش مني، لكن منظركم وانتم تدافعوا على حاجه ماشي تاعكم ومشي عارفين بحقائق تاريخيه تخص بلادكم تبانوا والله ما كلام نقول لكم كيفاش تبانوا، لكن اتقفوا هكا باش تدافعوا دفاع شرس على حاجه انتم تستحقوها، احسن ما تبقاو تهاجموا وتفوتوا في هذه المواضيع اللي حقا يعني ما عندكم لا نقه ولا جمال فيهم. والجزائريين ما تزعفوش، موالفين هنا نديروا والناس تدي. سلام، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كنت حابه اتحفظ عن حق الرد، لكن شفت بزاف هضروا طلبوا انه انا نهدر، فقلت يلا من حقي انا كاعلاميه جزائريه انه ندافع. صح انا ابدا من بزاف ناس. عموما بعد ما نشر واحد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي لبس ليه باللباس الجزائري تحديدا القفطان هو وزوجته ونسبوا لبلاد المغرب. يا ناس انا ما نلوموش هو وما نلومش المغاربه اللي قاعدين يدافعوا عنه، لانه عندهم جهل تاريخي بتاريخ بلادهم. علاش؟ اصل القفطان عثماني، الجزائر طلبت حمايه العثمانيون فدخلوا للجزائر وحماوها، ومنها خرج القفطان. والجزائريين بعد ما لبسوه تحديدا السيدات الجزائريات لبسوه فتشها القفطان واخذ سمعه عالميه. لكن العثمانيون ما قدروش يدخلوا للمغرب، فولا مره وصل لكم لا العثمانيون ولا قفطانهم. انتم تصنعوه، نعم ما اختلفناش في هذا الشيء. السلام عليكم الخوت. كما سمعتيو هذه قالت واحد الكلمه واعره، هو قالت لك علاش نتوما كتدافعوا على حاجه ماشي ديالكم. عجباتني هنا هاد الجمله اللي قالتها، وفي نفس الهضره ديالها شنو قالت، وسامعوا وركزوا معايا شنو قالت. قالت لك القفطان ديال العثمانيين يعني ديال تركيا وحنا كنصنعوه، وانت يا الكرغوليه ضمك يا بنت زائر اش دخلك؟ ياك العثمانيين على حسب الهضره ديالك هما صحاب القفطان وحنا كنصنعوه دابا، وانت ما محل الكرغوليه ضمك من الاعراب من القفطان. راه هذا هو الاشكال اللي كاين. علاش اش دخل الكرغوليه ضمك نتيا في هذا الموضوع؟ علاش فيك الفاره؟ هنا نسولك 3 ديال الاسئله. غنسولك 3 ديال الاسئله. هو علاش تركيا ولا العثمانيين ما كيتكلموش على القفطان؟ فهمتي؟ وما دايرينش فضيحه اللي دايرين نتوما. جاوبي يا الكرغوليه وجاوبوا يا الكراغيله. السؤال الثاني، علاش نتينا قلتي العثمانيين ما دخلوش للمغرب؟ وهذا شرف، لان لقاو الرجال المغاربه وقفوهم، ماشي بحال دوله الجزائر اللي جا يدوز البيزنطيين العرب المغاربه المور، العثمانيين الاسبانيين الفرنسيين الرومان البونيقيين الفراعنه، اللي جا كيتقدى جزائر وفعل فعلته عطانا بحال هاد الكرهوليات. علاش ما كاينش القفطان في سوريا؟ علاش ما كاينش القفطان في الاردن، في فلسطين، في مصر، في ليبيا، في اليونان؟ لان الدوله العثمانيه راه كانت حاكمه بزاف، الا المغاربه ما قدروش. معركه واد اللبن اللي كانوا جداتك مع الكراغيله عطيناهم. تحيه للدوله السعديه وجدودنا، فهمتيني؟ ولكن 3 الاسئله. ونرجع للسؤال الثالث، علاش هاد الدول كاملين ما كيهضروش الا نتوما يا الكراغيله اللي فيكم الفاره؟ ازمه هويه، ازمه تاريخ. صنعوا راسكم، تعرفوا بانكم صنعتكم فرنسا. ولكن غنرجع لواحد النقطه خارج القفطان وخارج الطربوش وخارج الليج، وقلتيها
قلتي بان العثمانيين حواوكم حماوكم بحال حواوكم بحال حماوكم، لان حواوكم ماشي حماوكم. واعتذرتي لخوتي المغاربه لان هذا هو التعبير. فوقاش دخلوا العثمانيين حماوكم ولا حواوكم؟ واش قبل 1518 ولا حتى 1518؟ وهذا هو السؤال اللي ما كتبقاوش تهضروا عليه. على 5 سنين ديال الاخوان بابا عروش ملي جاو بجوج فلوكات و27 ولا ما عرفت 28 بحري ودخلوا فناو ليكم سليم التومي. 1513 1514 1516 1517 حتى 1518 عاد خير الدين بربهاروس بايع وعطى الولاء للدولة العثمانية. إذن هاد 5 سنين شنو نسميوها؟ حماية ولا حواية ولا نكاح حتى الصباح؟ راه كانوا غير قراصنة غير فلوكة داخلين جوج فلايك ولا جوج لا، وما كاين غير أرا برا. وهاد الحماية بقات 3 القرون. ومي حماوكم ومي بغاو يخرجوا علاش ما عطاكمش تحكموا راسكم؟ علاش الدي الحسين دار مع الديبور في 1830 اتفاق بيع وشراء؟ باع مدينة الجزائر وسيدي فرج وما جاورهما بحميرها وبعيرها. القبطان تاعنا اللي ما كيعرفش التاريخ. شتي التاريخ؟ شتي التاريخ؟ هي الكراوليه هي القفطانيه كتقول لك العثمانيين، والعثمانيين تيقول لك لا، قفطان مروكو فاس، الطربوش فاس. تسمع على الطربوش؟ راه ما هو هذا الطربوش. تمشي عند العثماني تيقول لك فاس مروكو. المغرب القفطان تيقول لك مروكو فاس مغرب. وانتي الكرغولي اش دخل امك في التاريخ؟ انتي اسك ديغول في 1962 باتفاق او تقرير مصير هل تريد ان تصبح الجزائر دولة مستقلة متعاونة مع فرنسا حسب اتفاقية 18 اللي هي معاهدة إيفيان لحد الآن. شاو.